مرحبا بكم في قناه مراجعه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم العسل مختلف على العسل اللي كندير. بسم الله توكلنا على الله. كناخذوا القالب ديال السكر. عندنا قالب ديال السكر، لترو ديال الماء يكون طايب باش العسل كيجينا ناجح وزوين. كنديروا قالب السكر، لترو ديال الماء، يكون الماء طايب باش داك السكر كيذوب لنا مزيان مزيان، عاد كنردو كيطيب. قالب السكر، لترو ديال الماء طايب. كنخويو على السكر من الفوق هكا، شي معايا بشويه بشويه حتى كنخويو داك لترو ديال الماء يكون طايب. كنخليو السكر ديالنا حتى كيذوب على خاطرو، تيولي بحال شكل السيرو، عاد كنردو كيطيب باش كيجينا ناجح وزوين. انا الطريقه راه دايرها في القناه ديالي، ولكن هاد العسل اللي غندير مختلف على العسل اللي كندير من قبل. يطرد الماء يكون طايب، يكون الماء معبور. كنخليه حتى كيذوب على خاطرو يولي السيرو، يولي لنا شكل السيرو. عاد كنرد السيرو ديال عاد نرد عفوا العسل يطيب، يذوب مزيان مزيان، ورجع معكم من بعد باش كندير العسل يطيب. بعد ما داب لينا كيفاش كيولي على شكل السيرو، من الاحسن نديروا الماء طايب ونعطيوه الوقت الكافي باش كيذوب لنا داك السكر مزيان مزيان، كيولي على شكل السيرو، ما كيبقاش نهائيا محجر في القاع ديال الطنجره. كيفاش كيولي على شكل السيرو. هذا العسل بهذه الطريقه كيجي ناجح وزوين. هذا العسل دايره جوج المرات في القناه، ولكن هذه المره دايره مختلف على اللي كنت كندير من قبل. كنت كندير فيه الاعشاب، ولاني غنديرو دابا بالليمون والحامض. دوك الاعشاب كيبدلوا المذاق ديال المعسلات، مثلا الشباكيه ولا البريوات كيبدلوا المذاق. مع كيكون منسب القرنفل، حبيبه القعقله، القرفه، اتاي، كنديروا فيه الاعشاب. المهم راه كلشي عارف الاعشاب اللي كنديروا في العسل. دابا ان شاء الله نديروا الحامض، كنديروا دواور بحال هذا الشكل هكا. ما نديرش الحامضه كلها، غندير غير النص ديالها شي بهذه الطريقه بحال هكا. نديرو رقيق، كنحل فيها العظم، كنحيدو العظم، دايره ما فيهاش العظم نهائيا، مكاينش العظم في هاد الحامضه نهائيا. هاد الطريقه كتجيب العسل رائع وزوين. من الاحسن ما نديروش الاعشاب. حاولوا نرقوه مزيان. ندير 3 ديال الدوارات من الليمون، حتى هو ما فيهش نهائيا الزريعه. هذوك الاعشاب تيبدلوا المذاق، تيخلوش العسل كما هو، كيتبدل المذاق ديال العسل. دابا ان شاء الله غادي نردو فوق البوطه. عندي ساعه، نخلي الكوكو تصفر مزيان واحد دقيقه ولا جوج، وكنقص عليها البوطه وكنخلي العسل ساعه كيطيب فوق البوطه. ساعه كيطيب وكنحيد العسل ديالي. ما نديرش اكثر من ساعه. درت اكثر من ساعه راه غادي تقال العسل بزاف ويجينا قاصح، يجينا محجر. ولا درنا اكثر من ساعه وجانا جانا محجر، كنزيدو فيه واحد نص كاس ديال الماء، نردوه كيطيب شويه وكنزيدو فيه نص كاس الماء باش كيطلق. المهم خاص العسل ساعه فوق البوطه ما نفوتهاش ان شاء الله باذن الله. دابا ان شاء الله بعد ما يطيب العسل نرجع معكم ان شاء الله. ساعه على العسل، كنطفيو على الطنجره ديالنا وكنخليوها حتى كتبرد شويه، وكنحلو على الكوكوط ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. دابا راه بردات شويه، خليتها حتى كتبرد شويه، كنحل عليها. الشكل ديال العسل ما شاء الله كيفاش كيبان شكل رائع وزوين لوين كيفاش داير. دابا ان شاء الله غادي نحيدو داك الليمون والحامض. الا خلينا الليمون والحامض في وسط العسل، ملي كيبرد لنا العسل وكيتجمد، هاد الدواور كيهزوا لنا العسل بزاف. من الاحسن ملي كيكون العسل سخون كنحيدوهم. ملي تيعطينا الحامض هاد اللوين ديالنا هكا كيفاش داير مذهب، كيعطينا هاد اللون مذهب، كنعرفوا العسل راه طاب وناجح 100%. كيكون العسل رائع وزوين. دابا هادو كنحيدوهم،
ما نخليهمش الا برد ملي كيبرد لينا العسل راه كيتجمد عليهم العسل بزاف. من الاحسن نحيدوهم ونخليو العسل كيبرد على خاطرو. دابا العسل الا بغينا نصايبو ونخدمو به ما كنخدموش به في النهار ديالو، كنخليوه حتى لغد ليه تيعطينا النتيجه كيكون ثقيل وزوين. حتى كيبرد على خاطرو كيتقال. ما عمر العسل كنخدمو به في النهار ديالو. دابا نخليه مع هذا الغدا ان شاء الله ونعاود نوريه لكم وتشوفوا النتيجه ديالو كيفاش دايره. هاد العسل راه دايره 2 المرات في القناه، هي هاد المره درتو مختلف على المرات اللي فاتوا، درتو مختلف شويه. هذا ما فيش الاعشاب نهائيا، فيه الحامض والليمون. اللي كنت كنصايب كنت كندير فيه داك الاعشاب، والاعشاب كيبدلوا المذاق ديالو مع البريوات. اللي بغينا نصايبوا البريوات ونصايبوا شي حاجه كيبدل المذاق. ان شاء الله العسل كيفاش دايره. ندير شويه في الطبسيل، راه خاصو يبرد يبقى حتى لغد ليه باش يعطينا النتيجه زوينه. يبات ليله كامله عاد يعطينا النتيجه ديال العسل زوينه. دابا غنديرو غير شويه هكا. اللوين ديالو كيفاش داير، هو بدا كيتقال. الا بغينا نشوفوا النتيجه ديال العسل ها هو. مازال خاصو يبرد مزيان باش يعطينا النتيجه ناجحه وزوينه. دابا راه مازال سخون هاكا باش كيبان. ها كما قلت لكم خاصو يبات ليله كامله باش يعطينا النتيجه الزوينه. ها هو العسل ما شاء الله كيفاش داير. عسل بدون اعشاب كيجي رائع وزوين، نسميه بالحامض والليمون. ها دابا ان شاء الله غنسد الكوكو، ما غنغطيهاش ديال المغرفه وما غنغطيهاش بالغطايه ديالها. غندير لها غير سربيته ونغطيها مزيان، حيت الا خليت الغطايه غطيح داك العرق هنايا في يطيح في العسل. هاد العرق ديال الغطايه ديال الكوكو طيح في العسل. انا غنحيد الغطايه، غنرد هاد العسل ها هو ما شاء الله كيفاش كيتجمد. ها هو طالق الخيط، نخليه حتى لغدي ان شاء الله يبات ليله كامله، يبات ليله كامله حتى كيبرد مزيان باش يعطينا النتيجه زوينه. دابا باش غنغطيه بسربيته ونخليه صافي هكا، نزيد عليه شي فوطه ونخليه. ما نديرش غطايه نهائيا باش ما تعرقش داك العرق تيهبط للعسل. لا نخليه هكا تيبات ليله كامله، نزيدو شي سربيته واحده اخرى ونخليه يبات ليله كامله ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله يجي واحد العسل رائع وزوين وناجح. بعد ما خليناه ليله كامله دابا نشوفوا ان شاء الله العسل كيفاش داير. بسم الله توكلنا على الله. العسل ما شاء الله كيفاش كيبان، عسل رائع. دابا نقلبوه بالمغرفه، المغرفه راه غتعطينا العسل كيفاش داير. نحركوه مزيان، نحاولوا نخلطوه مزيان مزيان مزيان. كنهزوا العسل بالمغرفه. ما شاء الله العسل كيفاش داير. ها هو العسل ملي كنديروا ليه بحال هاد الطريقه نهزوه بالمغرفه كيكون الخيط ديال العسل هابط، كيكون العسل ناجح. الا كان الخيط ديال العسل هابط تيتقطع، اذا العسل راه ما ناجحش. كيكون العسل خاصو مازال يطيب. ها هو الخيط مازال كاين، ها كنقطعو بالصبع ديالي وكيبقى. ها هو الخيط ديال العسل ما شاء الله العسل ناجح 100%. هكا نقلبوا العسل. غنعاود نهزو مره ثانيه. ها هو الا تقطعينا الخيط العسل راه ما طايبش مزيان. بهاد الطريقه هكا كيكون خيط واحد هابط، اذا العسل ناجح 100%. ها هو ما شاء الله كيفاش داير. العسل لا صايبناه ما نخدموش به في النهار ديالو، يبقى حتى لغد ليه عاد نخدمو به باش كيعطينا النتيجه. ما شاء الله كيفاش داير. العسل ما نفوتوش ليه ساعه نبطو الوقت، ما نفوتوش ليه ساعه. الا فتنا ليه ساعه راه كيقصح بزاف. ولا قصح لينا ندير واحد نص كاس ديال على حساب شحال دايرين السكر، ندير واحد نص كاس ديال الماء طايب مزيان وكنزيدو فيه وكنردو يغلى واحد شويه وكنطفيو عليه واحد 2 دقائق وكنطفيو على العسل ديالنا. هادشي لا قصح بزاف فتنا الساعه. ما شاء الله العسل كيفاش داير. دابا انا غنزيد فيه واحد 2 معالق ديال العسل الحر. ومن الاحسن ما نسموش العسل بالاعشاب. انا جاتني هاد الطريقه ما منسماش بالاعشاب، كتكون زوينه ورائعه.
اللي كنسمو مثلا بقعقله وديك باديانه حبيبه القرنفل كيعطينا ديك النسمه، كتحاول تبدل لنا الشباكيه وتبدل لنا البريوات. ما شاء الله كيفاش داير، ها هو حتى اللوين فيه رائع وزوين ما شاء الله. ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار نصايبها. ما شاء الله كيفاش داير. جربوا هذا العسل راه كيجي رائع وزوين. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه. جزاكم الله كل خير، وبارطاجيو مع العائله ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.